السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة دريم كيتشن. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كنقدم لكم صابلي ببيضه واحده كيجي رائع ولذيذ بزاف مع واحد المكون سري اللي كيزيد اللذه. ندوزو نشوفوا مع بعضياتنا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. في المكونات غادي نحتاج الكأس إلا ربع من السكر الرطب، ربع كأس من الزيت النباتية، حبة من البيض، 3 ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني، 3 ملاعق كبيرة من النشا، رشة من الملح، 3 غرام من الخميرة الكيماوية، 125 غرام من الزبدة بحرارة المطبخ والدقيق حسب الخليط. في إناء أو قصرية كنوضعو الزبدة اللي كتكون بحرارة المطبخ وكنضيفو ليها السكر الرطب وكنضيفو رشة من الملح، وكنحاولوا اننا نخدموا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كيدخل هذاك السكر في الزبده. هنا الزبده كانت شويه قاصحه فعذبتني واحد شويه بالخدمه. من بعد كنضيفو ربع كأس من الزيت النباتيه وكنخلطوهم مزيان. من بعد كنضيفو حبه من البيض وكنخلطوهم مزيان. حتى كيولي لينا الخليط كريمي بهذا الشكل، وكنضيفو زبدة الفول السوداني. هنا استعملت 3 ملاعق كبارين. تقدروا تعوضوها بالكاوكاو اللي تحمروه وتطحنوه مزيان، اولا تعوضوها كذلك بفلون كراميل كيعطي واحد اللذة زوينه للحلوى. صافي كندمجوهم مزيان بهذا الشكل، وكنضيف 3 ملاعق كبارين من النشا، وكنضيفوا هذيك الرشه ديال الخميره الكيماويه، وكنبداو نجمعوهم بهذا الشكل. من بعد كنبداو نضيفو الدقيق بالتدريج، وحنا كنجمعوا العجين ديالنا غير باطراف الاصابع بهذا الشكل هذا. حتى كنتحصلوا على العجين اللي كيكون رطب بهذا الشكل. في هاد الحلوى غادي نستعمل هاد الطابع ديال الورده، فكناخد كميه من العجين وكنوضعها في الطابع، وكنحاول انني نشكلها بهاد الطريقه. من بعد كنضغط عليها مزيان وكنخرج الحلوى ديالي من الطابع. هنايا تقدروا انكم تسرحوا العجين ديالكم بالتلاك وتطبعوها عادي. انا بصراحه جربتها وما صدقتش ليا بهاد الطابع، فدرت هاد الطريقه اللي كتجي حتى هي سهله. صافي غادي نكمل نشكل العجين ديالي كامل ونرجع لكم.
من بعد كندخلوا الحلوه ديالنا للفرن اللي كنكونوا مسخنينه من قبل، وكنخليوه على درجه حراره مهيله حتى كيطيب لينا من الاسفل، وكنزلوه يطيب لينا من الفوق. صافي من بعد ما خرجت الحلوه ديالي من الفرن وخليتها تبرد واحد شويه، كندوز باش نزينها هنايا بالشكلاط الابيض اللي ذوبته في حمام مائي. كناخذ ملعقه صغيره وكنفرغها في الوسط بهذا الشكل هذا. وطبعا التزيين كيبقى اختياري. من بعد كناخذ الحلوه ديالي وكنضربها على سطح العامل باش تسرح ليا الشوكولاط من الفوق بهذا الشكل هذا. صافي نكمل الكميه الاخرى ونرجع نشوف معكم الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي وجدت معكم اليوم. صراحه كتجي رائعه ولذيذه بزاف. هنايا كنقسم معكم وحده كما كتشوفوا كتجي مقرمشه. كنتمنى انكم تجربوها، واللي كيشوف القناه لاول مره ما ينساش يشترك فيها وفعل زر الجرس باش توصل دائما بالجديد. تحيه طيبه ومع السلامه.